شكل شوف عملية أبطال العراق المرحلة الثانية بدأت الصفحة الثانية لها بالساعة 600 من يوم 2/6/2020. باشرت قطاعاتنا المتمثلة في فرقة الرد السريع والقطاعات الملحقة بها بتطهير مناطق وادي الشاي باتجاه جسر الزرقاء. المساحة 18 كيلو، عمق 24 كيلو. حاليا مباشرين بالصفحة الأولى من العملية. طهرنا أكثر من منطقة وأكثر من قرية. الوديان اللي بها مضافات العناصر داعش، القرى اللي غير مأهولة ولم تطهر في مراحل سابقة تم تطهيرها لخط التقرير الأول. العقيد هشام عبد الكاظم، آمر لواء الأول فرقة الدخل السريع. يعني كم يؤثر هذا على إعادة الأمن للمناطق؟ العمليات كيف يؤثر على إعادة الأمن؟ انت تعرف هاي المناطق مفتوحة وغير ممسوكة. بالفترة الأخيرة قدروا عناصر داعش يعني يستثمرونها استثمار جيد ويسوون بها هجمات على القطاعات وكذلك المناطق والقرى اللي قريبة من عندها. أكيد بهاي العملية راح يكون لها أثر إيجابي على الأمن بهاي المناطق. هل هناك كان تعرض عليكم؟ ماكو أي تعرضات بقدر ما أكو عبوات، يعني الطرق مفخخة، مصائد للمغفلين، مضافات للعدو. لقينا أكثر من مضافة يستخدمون هاي المناطق الوعرة والوديان يعني اللي هي يعني أعتقد يعني صعبة على حركة القطاعات بها، لكن قطاعاتنا أبطال قدروا يوصلون إلى أبعد المناطق وأكثر المناطق تأثير.